مساء الفل. اهلا بيكم في حلقه جديده وحكاوينا. وحشتوني جدا جدا، بقالنا كتير قوي ما عملناش حلقات حكاوينا. انا مش عارفه اعمل حاجه يا جماعه من الحر ده، مش عارفه اتاقلم، مش عارفه اعيش. تحسوني كده مش عارفه اقول لكم واخده بيات صيفي. مش قادره اقول لكم انا حاسه بايه وببقى عامله ازاي في الجو ده. ما بقاش عندي طاقه اعمل حاجه، ما بيبقاش عندي مزاج اعمل اي حاجه. ولا بصوا، انا بشتغل وبعمل كل حاجه بس بدون نفس. عارفين اللي هو بتعمل حاجه كده وخلاص اديت واجب بسبب الحر. اكيد انتم مقدرين كل اللي انا فيه ده، وانتم اكيد عايشينه معايا. الحر اللي احنا فيه ده مش طبيعي. ما علينا، مش عايز اطول عليكم. تعالوا نبدا النهارده في الحلقه بتاعتنا والموضوع الحلو بتاعنا اللي انا جايبه لكم النهارده. حلقه النهارده هنتكلم عن فن جميل جدا، فن تعامل كده مع البني ادمين، بجد فعلا محتاجينه في الوقت اللي احنا فيه ده. حلقه النهارده هنتكلم عن فن التجاهل، فن التعايش، فن القوه. انا بسمي بصراحه فن التجاهل ده فن القوه. بصوا، انا عامه لما باجي اتكلم معاكم في حاجه ببقى معظم الوقت عملتها او عشتها، يعني او حتى جربتها او يعني فهمتها حتى وابتديت اطبقها في حياتي، عشان ابقى لما باجي اتكلم معاكم فيها او اقول لكم عليها ابقى لازم اكون حتى مجرباها، مش بقول لكم حاجه وخلاص. انا زمان ما كنتش بعرف اعمل فن التجاهل ده، ما كنتش بعرف اطنش، ما كنتش بعرف اعدي. يعني كنت ممكن اي حاجه ازعل عليها، كنت ممكن اي حاجه ادقق عليها، كنت ممكن اقول لا اي حاجه تضايقني وتصعب عليا واي حاجه توجعني وادقق في كل حاجه تعدي من قدامي. يعني اي حاجه. مش هقول لكم ان انا اتغيرت بنسبه كبيره دلوقتي، او ان انا مثلا ما بقتش بحس او جبله او بتجاهل بزياده، لا. بس بقيت بكبر دماغي، بقيت عارفه اتاقلم شويه. يعني بقيت مفيش حاجات كتيره بتلفت نظري، بقيت بعرف اعدي حاجات معينه تعكنن عليا. تعالوا بقى نتكلم عن فن التجاهل دوت، وانا استفدت منه ايه او الواحد ممكن يستفيد منه ايه. خلينا بس نتفق من الاول ان التجاهل ده استراتيجية جامدة جدا عشان تتعامل مع الضغوط النفسية اللي بتواجهك في الحياة. احنا كلنا بنواجه كل الضغوط اللي في حياتنا بشتى الطرق، كل واحد فينا مضغوط بشتى الطرق، وخصوصا الفترة دي. يعني يمكن من شهر ومن شهرين يمكن اقل من الفترة اللي احنا فيها. تخيلوا بقى، يعني الشهر اللي فات كان حالنا احسن من الشهر دوت، وهكذا. كل مادة الدنيا بالنسبة لنا، يعني مش هقول لكم بتسود، مش عايزة ابقى محبطة بالنسبة لكم، بس فعلا كل مادة الدنيا بتتعقد زيادة في كل حاجة. ويعني انا مش محتاجة افضل افنط لكم الحاجات اللي مضايقانا. كل حاجة بقت بتوجع، وكل حاجة بقت بتضايق، وكل حاجة بقت بتحرق الدم. فلو ما تعلمناش فن التجاهل وتعاملنا معاه على ان هو استراتيجية جامدة قوي في حياتنا وهتدينا باور عشان نقدر نعدي ونكمل، هيجيلنا سكتة قلبية. فعلا هنموت بالسكتة القلبية، هنموت من كتر الوجع، هنموت من كتر التدقيق في كل حاجة. هيوصل بينا الموضوع للجنان. احنا في غنى عن كل ده، احنا في غنى عن وجع تاني، احنا في غنى عن تعب تاني. الواحد ما بيصدق يعدي يومه عشان خاطر يقول يا ده اليوم عدى، يا ده الموضوع عدى، ده الايام عدت بينا بسلام. صدقوني بجد اقصى طموح للواحد دلوقتي انه يقول ان يومه عدى بسلام، من غير ما يحصل فيه خلافات مع حد، من غير ما يحصل فيه مشاكل مع ناس يعرفهم، من حد في الشغل، من اهل بيته، كل حاجة. فبنقول يا رب اليوم يعدي بسلام. فمش محتاجين تدقيق في كل حاجة، فلازم نتعلم التجاهل او التطنيش. طب امتى يا جماعة التجاهل ده بيكون مفيد؟ ما خلي بالكم، زي ما انا قلت لكم قبل كده، في شعرة ما بين كل حاجة، وهفضل اعيدها لكم كذا مرة. في شعرة ما بين التجاهل وما بين البرود والتناحة. ما احنا ممكن في بني ادمين توصل مع نفسها انها تبقى بارده وتنحى لدرجه ان الناس تتفرس منها، انك ممكن تنقط حد ببرودك ولا بتناحتك. ما احنا مش عايزين برضو نجلط الناس، حرام. مش عشان احنا نهدي نفسنا ويبقى لينا سلام داخلي كده من جوانا يبقى نحرق دم اللي قدامنا، لا. ما احنا ما اتفقناش على كده، اتفقنا على الهدوء والتجاهل وكل حاجه، بس بليمت، ما نوصلش لدرجه التناحه. تمام. طب امتى نتعلم فن التجاهل او امتى نستخدم فن التجاهل؟ لما يكون قدامك حد بينتقدك بطريقة سلبية مثلا. اي حد في الدنيا بيحتاج رأي كل اللي حواليه معاه، او بيحتاج رأي الناس اللي حواليه. يعني مثلا انت دخلت في مشروع معين، دخلت في موضوع معين، اكيد بتحتاج رأي اللي حواليك. مش اللي حواليك كلهم، او مش كل الناس اللي تعرفهم. انت مش هتمشي تسأل كل الناس اللي تعرفهم عن موضوع معين مثلا انت داخله او عايز تقوم بيه. بس بتسأل مين؟ بتسأل الناس المهمة اللي في حياتك، الناس اللي يفرقوا معاك، الناس اللي بيحبوك،
الناس اللي انت متأكد ان هم هيتمنوا لك الخير، هيتمنوا لك كل حاجة كويسة. تستخدم بقى التجاهل مع مين؟ مع الناس اللي مش فارقة معاك، مع الناس اللي انت حاسس ان آرائهم سلبية هترجعك لورا. في ناس كتيرة قوي يا جماعة في حياتنا آرائهم سلبية، وآرائهم تحبط بجد أي حد وتخليه ما يتحركش خطوة من مكانه لكذا سبب. يعني في ناس بتعمل كده عشان غيرانة منك مثلا، مش عايزاك تتقدم خطوة لقدام. في ناس بتعمل كده عشان هي شخصية عندها مشاكل نفسية، شخصية مثلا ما بتعرفش انها تشوف الدنيا بنظرة متفائلة، ما بتعرفش مثلا تتقدم خطوة لقدام او تعمل حاجة لنفسها. فاذا كانت هي نفسها فاشلة، فاكيد النصائح اللي هتقدمها لك اكيد هي كمان هتبقى فاشلة. ما هو مش ممكن اكون انا مثلا مش ناجحة في حياتي واقدم لك نصايح تخليك ناجح في حياتك. طب كان نفع نفسه؟ عارفين الجملة دي، كان نفع نفسه، هو كده بالظبط. فممكن الناس دي ما تعرفش تقدم لك نصيحة او تبقى نصيحة سلبية بالنسبة لك لو هي بتحقد او بتغير عليك وبتتمنى لكش الخير، او لو هي مش ناجحة في حياتها او مش عارفة تاخد الخطوة دي، فشيء طبيعي مش هتقول لك الخطوة دي عشان تاخدها انت، لانها نفسها ما عملتهاش. فالناس دي لازم نتعلم معاهم فن التجاهل، كأننا مش شايفينهم هوا. عارفين هوا انا بالظبط كده. مالكوش دعوه بالناس دي، لازم تتعلموا تتجاهلوهم، حتى لو قالوا لكم ارائهم اتعلموا ان انتوا ما تاخدوش بيها. لازم تبقوا واثقين في الناس اللي بس بتقول لكم الحاجه عشان مصلحتكم، حد مقرب ليكم جدا، حد عارفين ومتاكدين مليون في الميه ان كل النصائح اللي هيقولها لكم عشان مصلحتكم، عشان تطلعوا لقدام، عشان يبقى عندكم ثقه في نفسكم. بيبان على فكره يا جماعه، اوعوا تفتكروا ان النصيحه اللي من القلب ما بتبانش، والنصيحه اللي من ورا القلب بتبان. اللي بيتمنى لك الخير بيبقى ساعات كتيره واضح جدا، في ناس ما بتبقاش واضحه انا عارفه، وفي ناس بتتلون بحيث انها تبان بتتمنى لك الخير وهي من ورا قلبها او من ورا ظهرك بتتمنى لك الشر. في ناس كتير كده، بس في ناس بتبقى واضحه قوي، واللي ما بيشوفش من الغربال يبقى اعمى. في ناس بتبقى واضحه، بس احنا من كتر محبتنا او من كتر ان احنا مثلا ما بنبقاش حاسين ان الناس دي ممكن تتمنى لنا حاجه وحشه، فبنصدقهم. بنقول مش ممكن الحد الفلاني ده يعمل معانا كده، مش ممكن الحد الفلاني دوت يضايقنا او يتمنى لنا حاجه وحشه. حاولوا تفرقوا بين الناس اللي بتتمنى لكم الخير وبين الناس اللي بتتمنى لكم الشر. حاولوا، عشان الناس اللي بتتمنى لكم الشر دي لازم تتجاهلوهم، لازم تشيلوهم من حياتكم تماما لو عايزين تكملوا وتعملوا حاجه لبكره. التجاهل كمان يا جماعه بيكون مفيد في المواقف المزعجه. يعني مثلا في ناس بتبقى مزعجه في تفاصيل حياتها، في ناس بتبقى مزعجه في طريقه تعاملها اصلا مع الحياه بشكل عام. يعني مثلا هديكم مثال، في ناس بتهول المواضيع قوي. مثلا يعني عندك واحد صاحبك او واحده صاحبتك، اي موضوع صغير ممكن يكبره. يعني شاف مثلا حاجه معينه حصلت قدام، موقف حصل قدام ممكن يكبره ويقعد يقول لك يا ده الموقف كذا، ده شوف صاحبك او فلان ده عمل كذا، ده شوف فلانه عملت كذا. وتحس ان هو المشكله اللي قد كده ممكن يخلوها قد كده ويكبروها ويطولوا فيها، وتحس ان هم بيعملوا لك وش كده في دماغك، بيفقدوك سلامك الداخلي. الناس دي مزعجه جدا. يعني الناس اللي بتكبر كل حاجة وبتهول كل حاجة، والمواضيع التافهة بتكبرها، والمواضيع الصغيرة بتكبرها، دي لازم تتجاهلوها، لازم تبعدوا عنهم. الناس دي مصدر قلق لحياتكم، مصدر قلق لكل حاجة ممكن تعيشوها فيها سلام وفيها رضا. يعني ممكن ما تكونوش انتوا مثلا شايفين الموقف الفلاني ده انه موقف كبير، وعادي انتوا بطبيعتكم مثلا لو شخصية هادية مثلا، او شخصية عندها سلام مع نفسها كده مش بتتأثر بأي حاجة، ممكن تعدوها في الموقف ده الفلاني مثلا. لو واحد صاحبكم او واحده صاحبتكم جت وشافت معاكم نفس الموقف، ممكن تغير موقفكم بسبب اللي هي بتعمله، بسبب تصرفاتها المزعجه، بتكبر الموضوع وبتهوله وبتخليه لا يحتمل. فانتوا بناء على رد فعلهم او تصرفهم في الموقف ده تحسوا ان انتوا مش قادرين تستحملوا، في لود عليكم، في ازعاج عليكم داخل على دماغكم وداخل على نفسيتكم، فاوريدي هتتعاملوا على نفس تصرفهم، مع ان انتوا ممكن ما تكونوش كده في الاول. الناس دي لازم تتجاهلوها، لازم تبعدوا عنها، طنشوهم خالص، ما ينفعش تكملوا في علاقتكم بيهم. كمان في حاجات ممكن تتجاهلوها او تتعاملوا معاها بالتجاهل. زي ايه؟ المشاكل اللي ملهاش لازمه. يعني مثلا خصوصا في العلاقات الزوجيه، يعني مثلا مشكله بين الراجل ومراته ما تستدعيش ان الواحد يقف قدامها كتير.
يعني موقف صغير وعبيط وممكن يعدي. ما ينفعش الراجل يكبره ويديله أهمية ويقلب الدنيا نكد وخناق على دماغ مراته عشان خاطر موقف عبيط، موقف يعدي. أي نعم، كل واحد بيشوف المشكلة من وجهة نظره وبيكبرها أو بيصغرها بناء على دماغه، بس في حاجات بتبقى لوجيك كده، في حاجات بتبقى منطقيا ما ينفعش تتكبر قوي كده، ما ينفعش يعني نديها حجم أكبر من حجمها، فلازم نتجاهلها. ما ينفعش نقف قصادها، ما ينفعش نقف على كل خلاف. ما ينفعش الست تدقق مثلا مع الراجل على مواضيع عبيطه قوي، مواضيع مثلا ينفع تعدي. انت مثلا قلت لصاحبتك الفلانيه، قلت لها كلمه مثلا انت ممكن تقصد بيها ايه، انت ممكن تكون قصدك ايه بالجمله الفلانيه. طب وليه؟ وليه كل حاجه تكبريها كده وتاخدي منها وتعملي من الحبه قبه زي ما بيقولوا؟ ليه؟ مع ان في مشكله ممكن تعدي في ثانيه. انتوا ممكن بقى بالتركيز مع المشكله دي تقلبوها لخناق ونكد يومين وثلاثه واربعه، وممكن تقعدوا اسبوع متخانقين عليها. في الحاله دي التجاهل مهم جدا، انك تعدي المشاكل التافهه وما تقفش قدامها. في الحاله دي انت بتكسب اللي قدامك، وبتكسب سلامك النفسي، وبتكسب انك ما طولتش في الخلاف مع الشخص اللي بتحبه او الشخص اللي معاك. الدنيا بتعدي، الدنيا مش محتاجه تدقيق، الدنيا مش محتاجه نقف على الواحده، لازم نعدي لبعض. الحاجه اللي هنقف عليها هتمرر حياتنا حرفيا. ما بقيناش في حمل نركز في كل حاجه، هنطب ساكتين فعلا، هنقع من طولنا. الحياه ضغوطاتها مش مستحمله، فيا نعدي ونتجاهل يا اما هتفرمنا وتدوس علينا. في تجاهل كمان مع الناس السلبيه، مع الناس اللي ما بتحبش تقول ارائها. في ناس مثلا يا جماعه تحسوهم سلبيين قوي في علاقتهم. يعني مثلا تحسوا ان انتوا مثلا حد من زمايلكم مثلا تبقوا مستنيين منه رد فعل معين، او مستنيين تاخدوا رايه في موقف معين، يعني هتتجننوا تعرفوا رايه فيه، وهو سلبي بزياده، فانتوا تقوموا متضايقين وشايلين وحاطين على نفسكم ازاي فلان ما ينصحناش، ازاي فلان ما يقولناش رايه، ازاي فلان مش عارفه ايه. هو اصلا شخصيه سلبيه، هو اصلا شخصيه ما بيعرفش ياخد قرار في حياته، او ما بيعرفش يقول راي في حياته. فانتوا تزعلوا منه ليه؟ هو اصلا بيعمل كده في حياته، بيعمل كده مع نفسه، هينفعكم انتوا؟ الناس اللي اصحاب الشخصيات السلبيه دي لازم ترموهم ورا ظهركم، لازم تطنشوا وتتجاهلوهم تماما ولا كانهم موجودين في حياتكم اصلا. ممكن ما تقطعوش علاقتكم بيهم على فكره، مش معنى ان انتوا بتتجاهلوا الشخصيات دي ان انتوا تقطعوا علاقتكم بيهم. في علاقات اقطعوا علاقتكم بيهم لو انتوا شايفين ان هم مسببين ازعاج ليكوا جامد جدا، تمام، اقطعوا علاقتكم بيهم، ودي بتتوقف على العلاقه ما بينكم عامله ازاي. لكن لو موقف انتوا مثلا مستني وحد سلبي او شخصيه سلبيه مثلا ما تعرفوش تاخدوا راي منه ولا حق ولا باطل منه، فما تقطعوش علاقتكم بيه، خلاص تجنبوه، اللي هو تجاهلوه يعني بمعنى الاصح. خلاص مش لازم تقول لنا رايك، خلاص ما انت ما بتقولش رايك، انت انسان سلبي، ما تزعلوش، ما تحطوش وتشيلوا فوق نفسكم، لا ده ما قالناش، ده سلبي، ده مش عارفه ايه، ده ما بيهتمش بينا، ده كذا ده كذا. ليه وجع الدماغ ده؟ خلاص هو سلبي ما بيعرفش يقول رايه، اكيد هيبقى سلبي برضه في حياته مع الناس اللي يعرفهم، اللي شايل الطين هيحط على دماغه. فالشخصيات دي لازم تتجاهلوها، لازم تطنشوها خالص وما تستنوش منها رد فعل اصلا. طب ازاي يا جماعه نقدر نعمل التجاهل ده، او ازاي هتقولوا لي يعني ينفع ان احنا في كل المواقف دي نقدر نتصرف بفن التجاهل ده؟ هقول لكم ينفع لو انتوا عايزين كده. اصل هو مش يعني مش زرار حد هيدوس عليه معاكم ويقول لكم لا تجاهلوا كذا، تجاهلوا الموقف الفلاني، عدوا الموقف الفلاني عشان ما يتحرقش دمكم. ما حدش هيدوس على الزرار ده ويقول لكم اعملوا كده، مفيش حد هيعمل معاكم كده. التجاهل ده هيجي منكم انتوا، الحاجات والمواقف اللي هينفع تعدوها هتيجي منكم انتوا. ما ينفعش تركزوا على كل حاجه عشان سلامكم النفسي. لازم تبقوا فاهمين ان احنا مش جايين الدنيا دي عشان نحقق طموحات ناس تانية او عشان نرضي ناس تانية، ما ينفعش. اكتر حاجه في الدنيا يا جماعه بتضيع سلام الواحد النفسي، انا لسه كنت حاطه البوست ده اصلا على الفيسبوك من يومين، اكتر حاجه ممكن تفقدك سلامك النفسي انك تحاول ترضي كل الناس. لو حاولت ترضي كل الناس هتخسر كل الناس وهتعيش في الاخر لوحدك. حاولش ترضي كل الناس، اعرف ان انت مش جاي الدنيا عشان تبهر كل اللي حواليك. انت مش المفروض انك انت تعيش واو دايما ومتوهج دايما وحلو دايما وشاطر دايما، لا.
انت هيجيلك لحظات هتنكسر فيها، هيجيلك لحظات هتتعب فيها، هيجيلك لحظات هتنطفي فيها. اذا ما كانش الحد اللي قدامك ده قبلك باكج على بعضك كده بكل الصفات اللي انت فيها، سواء حلوة او وحشة او الوحشة قبل الحلوة، فبلاها منه. يغور، مش عايزينه. دول بقى اللي اتعلموا فن التجاهل معاهم والتطنيش، يولعوا من الاخر. اللي ما يستحملكش وانت قرفان وانت متضايق وانت شايل حاجات كتيره جواك وما تبقاش بتدلع ولا حاجه، وبتبقى فعلا الحاجات دي وجعاك، او حتى لو الحاجات دي بالنسبه لك انت كبيره بس هو شايفها صغيره، مش من حقه يحكم عليها انها صغيره. مش من حقه يقول لك انك انت بتتضايق من كذا، ده انت يا عم بتستعبط، او انت يا عم انت بتتضايق على حاجه، ايه ده انا مشكلتي اكبر منك، ده انا كذا وانت كذا. مفيش حد من حقه يحكم على مشكله حد ولا حياه حد ولا تجربه حد. مشكلتك مهمه بالنسبه لك، قصتك مهمه من وجهه نظرك، مش مهمه من وجهه نظر هو يولع. تجاهله. مش مشكله انك انت تفهمه، او انك انت لازم توصله وجهه نظرك عنه. ما فهم، هيفهم بعدين، او حتى ما يفهمش، هو اللي خسران مش انت. تجاهلوا الناس اللي تفقدكوا سلامكم، تجاهلوا الناس اللي توجعكم، تجاهلوا الناس اللي ما تحطكوش فوق راسها وتعتبركوا حاجات غاليه عندها، عشان انتوا تستحقوا تبقوا غاليين من وجهه نظر كل اللي بيحبوكوا. وزي ما انتوا ياما شلتوا غيركم، انتوا من حقكم انتوا كمان تتشالوا فوق الراس. عززوا من نفسكم يا جماعه، عززوا من نفسكم عشان الناس كمان تعززكم. اللي بيقلل من قيمته الناس بتقلل منه، واللي ما بيديش لنفسه كرامه وما بيديش لنفسه هيبه كده ما بينه وبين الناس اللي حواليه، مش لازم يبقى غرور طبعا، ومش لازم يبقى حاجه مش كويسه، لا، الناس هتقلل منه. تجاهلوا اي حاجه توجعكم واي حاجه تفقدكم سلامكم النفسي في الزمن اللي احنا فيه ده. كنت معاكم النهارده في حكاوينا وفن التجاهل. يا رب حلقه النهارده تكون عجبتكم. متشكره جدا ليكم.